لا 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 ما في مشكلة. شنو عندكم؟ جمال عبد اللطيف، رئاسة مشتركة مديرية البيئة بالطبقة. طبعا منتصف الشهر الثالث أطلقت مديرية البيئة بالتعاون مع بلدية شعب الطبقة حملة تشجير 50,000 شجرة ضمن مدينة الطبقة والأرياف التابعة لها. تم تشجير ما يقارب 6 مواقع مدينة الطبقة، ما يقارب 3000 شجرة. طبعا توزعت الأشجار بين حراجية وأشجار مثمرة مثل الزيتون والرمان والتين وغيرها. بداية حملة التشجير كانت من الموقع الحراجي جانب مباني الادخار، كانت زراعة أشجار حراجية فقط. الموقع الثاني كان جانب المشفى الوطني، كان في عندنا موقع على طريق السد. أيضا في موقع جانب مزار الشهداء راح يتم زراعة أشجار زيتون ضمن الموقع. قريبا إن شاء الله أيضا عندنا تشجير موقع الكورنيش الشمالي ما يقارب 600 شجرة. طبعا هو عبارة عن إعادة ترميم الموقع بالأشجار المفقودة، كان سابقا مزروع بأشجار الكينا والصنوبر والسرو، راح نحاول نزرع نفس أنواع الأشجار اللي كانت موجودة. حاليا ركزنا على الزراعة بمدينة الطبقة. إن شاء الله الفترة القادمة راح نتوجه للأرياف اللي تابعة لمدينة الطبقة، يعني عدة حدائق وعدة منصفات ودوارات. مثل ما ذكرنا زرعنا حاليا بحدود 3000 شجرة. بعد الشهر القادم إن شاء الله راح يكون في عندنا كثافة بأنواع أو بعدد الأشجار اللي راح يتم زراعتها بالطبقة وبالأرياف التابعة لها.